الكل يعيش الوهم وفي الاخر الاهلي هو البطل. اه دي حقيقة. الاهلي فوق الجميع. عندك بيراميدز ده عنده اقوى سكواد، وواصل لنهائي دوري ابطال افريقيا، ومتصدر الدوري لاخر 4 ماتشات. فجأة بيراميدز يتغلب من فاركو، والماتش اللي بعديه بيراميدز يتغلب من البنك الاهلي، ويسلموا الدوري للاهلي على طبق من ذهب. عندك بقى الزمالك المفروض اللي هو المنافس الحقيقي للنادي الاهلي، جايب لعيبه درجه تانية عشان ينافس فرقه فيها احسن لعيبه في افريقيا. لا وكمان الاهلي ما بيشاركش في الكونفدراليه والزمالك طلع منها. عندك بقى الاهلي انسحب من مباراه الزمالك، ومحدش قادر لحد دلوقتي ياخد قرار بخصم 3 نقط للاهلي في نهايه الموسم. ليه؟ عشان الاهلي راجل عليهم. الاهلي خد احسن لعيبه كانت موجوده في الزمالك، بدأ بقى من مؤمن زكريا وكهربا وامام عاشور، وفي الاخر زيزو. وبيقربوا دلوقتي اللي هم يتعاقدوا مع جوميز اقوى مدرب مسك الزمالك، وفي الاخر اداره الزمالك بتحط نادي الزمالك راس براس مع النادي الاهلي. واخده بالك انت يا مدام لميس؟ ما تكبرهاش في دماغي.